انت مش لابسه حاجه؟ لا لابسه، هو ايه اللي لا يعني هلبس حاجه غير اللي انا لابساها؟ ماشي. ماشي. ثانيه واحده. معاكي. الله يسعد مساك يا علاء. الله يعينك. الله يسعد قلبك. لا شوف، احنا بنوصل رسالة بس، يعني ما راح نطول، هلا بقطع الرسالة واكون معك، فاعطيني دقيقتين بالضبط. تمام. خد راحتك. يعني قبل الجولة. يا احمد. احمد. ايوه معاكي. جاهز؟ جاهز. بس اطلب منك طلب. ايه؟ ما تفتحليش الكاميرا بتاعتك في الاول، ممكن؟ لا انا مش هفتح الكاميرا بتاعتي. اوكي، يعني انت شوفني دقيقه واقفل الخط. ماشي. ثانيه. احمد. لا اقفل الكاميرا بتاعتك، ممكن؟ تمام. اقفل الكاميرا بتاعتك. اه كده كويس. احمد. اه. انت عارف ان افتح لك الكاميرا ليه؟ ليه؟ لان انت حد محترم وكده، وانت الوحيد اللي ما كلمتنيش بطريقه قله ادب. وعشان انت اتكلمت معايا بطريقة كويسة، انا ما رضيتش اخليك تفتح الكاميرا بتاعتك، عشان انا حبيت انك انت تشوفني. بص، مبدئيا قبل ما تقفل، انا والله ما بصورك ولا حاجة. تمام، يعني ما فيش حد حواليا ولا حد شايفك، يعني محدش شايف شكلك خالص. عشان بس ما تبقاش انت قلقان، انا بوصل رسالة معينة. انا اسمي محمد، انا من مصر وعايش برا مصر. اصحابي مم. اتعمل فيهم نفس اللي انا عملته معاك دلوقتي، بس للاسف اللي عملوا فيهم نفس الحوار ده وصلوهم لمرحلة جنسية، وخلوهم يقلعوا وتصوروا فيديو، والله العظيم ما بكدب عليك، وهددوهم اذا هم ما دفعوش فلوس للمكان الفلاني ان الفيديو ده هيتشير وهيتفضحوا. وانا من يوميها حصل مع اكتر من حد انا بعرفه الكلام ده وشفته كتير على الميديا. فانا من يوميها بدات اتكلم مع الشخص شويه زي ما انت شفت كده. انت لو لاحظت، انا ولا سالتك بتشتغل ايه، ولا سالتك انت ساكن في ايه بالظبط، ولا عنوانك فين، ولا اسمك بالكامل، ولا اي معلومات تخصك، صح؟ لان انا مش غرضي ان انا اعرف حاجه صح. عنك. انا غرضي ان انا اوصل لك رساله، بعد ما تقع بالغلط معايا انك انت تصدق ان انا بنت اللي بتكلمك، وتكون انت الامور بالنسبه لك عادي جدا، انك انت تتفاجئ ان اللي بيكلمك ده شاب، وانك انت كمان سهل جدا تقع في الغلط اللي وقعوا فيه صحابي. شوف، يعني الشهوه موجوده في كل واحد فينا، بس انت مش مضطر انك انت تتعامل مع ناس مجهوله بالنسبه لك. انك انت ممكن الناس دي حد عايز يأذيك، ممكن حد كرهك في الشغل عايز مثلا يوقعك في غلط، ممكن حد لا قدر الله بينك وبينه خلاف، بعت بنت تكلمك انت ما تعرفهاش تقول لك تعالى مثلا المكان الفلاني، الشقه الفلانيه، وانت خلاص بقى الشيطان غواك وانت رايح على هدف معين، وللاسف تلاقي نفسك في موقف انت في غنى عنه. حد عايز ينهي حياتك لا قدر الله، اه. ربنا يخليك لوالدتك ولوالدك. فانت مش مضطر تتعامل مع ناس مجهوله، مش مضطر ان انت تتعامل مع حد انت ما تعرفوش على الميديا، مش مضطر انك انت زي ما انت دخلت معايا، انت دلوقتي اتكلمت معايا في الاول، يعني خلينا نتكلم بشباب كده زي بعض، بنحنحه بقى، واللي دايب على نفسه ومش عارف ايه، وخلينا نقول اللي قالع هدومه. وبص، كلنا بنغلط، مش هقول لك كلنا ما بنغلطش، بس برضه مش نفس، مش اه. يعني الرساله التانية، مش كل البنات اللي على الميديا شمال. يعني حتى لو انت صادف واتعاملت، مش كل البنات شمال، ومش كل بنت سهله يبقى في بنت اسهل منها. زي ما في سهله في صعبه، زي ما في واحد رخيص في واحد جدع، زي ما في واحد كويس في واحد وحش. فمش كل الناس واحد، زي ما انت قلت اه. صوابعك مش زي بعضيها. فانا رسالتي ليك، اول حاجه مش كل البنات واحد في طريقه دخلتك في الكلام معايا. الحاجة التانية والأهم من ده كله، خلي بالك بلاش تتعامل مع ناس مجهولة لا قدر الله وتقع في نفس الغلط اللي وقعوا فيه صحابي، أو يكون حد عايز يأذيك لا قدر الله يعمل معاك حاجة غلط.